عمرك سألت نفسك يعني ايه حبكة درامية او يعني ايه بلوت؟ لو حبينا نفسر معنى حبكة هنقول يعني ان هي مجموعة من الاحداث اللي بتحصل ورا بعضها، اللي بنشوفها من بداية العمل الفني لاخره، سواء كتاب، فيلم، مسرحية. اي عمل فني اول ما يبتدي يكون سيكونسز او متتاليات وتوابع، نبتدي نفهم النية بقى ورا الأحداث دي، نبتدي نفهم الورائيات أو زي ما بيسموها كده، يعني إيه اللي هو السبتكست أو الدوافع اللي بتحرك الشخصيات. مش شرط يكون هو موضح كل دوافع الشخصية، كفاية حاجة واحدة بس تحرك الأحداث ويسيبك أنت تتخيل وتندمج في تسلسل العالم والأحداث، وعلى الأقل تفهم ده من الأدوار المساعدة اللي بتحاول تساعد في بناء العالم وتكوين وجهات نظرك لإقناعك بالشخصية الرئيسية وهدفها ودوافعها. كل ده كده هو الحبكة. إنما لو حبينا نطلع بره من دور الحبكة الدرامية، هتلاقي الصورة الأكبر وهي القصة أو الحكاية اللي تتضمن العناصر الفنية، مثلا زي طرق البناية للقصة، زي مين هيحكي، طب هيحكي ايه، يعني ايه القصة اصلا في الاساس. ده كله المنظور الاكبر للحكاية كلها. ممكن يكون فيها رأي فلسفي مثلا، فيها مضمون، فيها حاجة الكاتب عايز يوصلها لك، حتى لو كانت بالحبكة او من غير. ودي قصة فيلمنا النهاردة، فيلم الكتكات لمخرجي المفضل داوود عبد السيد. فيلم من غير حبكة، فيلم من غير ما يحاول يقنعك بأي حاجة. فيلم الكتكات هو واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، إن ما كانش أهمهم في وجهة نظر، وممكن يكون أقرب لفكرك وعاطفتك كإنسان عادي تقدر تلمسه. لأن هو مفيش فيه بطل مثلا، مفيش فيه حد هينقذ العالم، مفيش فيه حد هيتغير أو هيعمل حاجة في العالم بتاع الكتكات. فبالتالي أنت لما بتشوف الفيلم هتلاقيه الفيلم بلا حبكة حقيقية، فيلم مهتم يركز على رسم الشخصيات والأتموسفير بتاع العالم والشخصيات بطريقة، أو يعني أقصد الجو العام بتاع الشخصيات، بتجربة إنسانية فعلا، لطبقة كادحة، لطبقة تكاد تكون اتنست فعلا، طبقة تحت مستوى الفقر. والفيلم دوت بيحكي حكايات كتيرة جدا في عالم واحد تجمعهم منطقة واحدة وهي الكيت كات. طب ايه هي اصلا منطقة الكيت كات، او يعني ايه العالم اللي بيدور فيه القصة بتاعتنا؟ يعني الكيت كات مبدئيا موجودة في امبابة، ويقال يعني ان المنطقة اسمها كده عشان كان في واحدة فرنسية عندها كازينو هناك، وكان اسمها كيتي الفونس، وكانت شبه القطط، فسموا المنطقة كيت على اسمها، وكات نسبة لكلمة قطة بالانجلش او ايا كان. حاسس انها تفاصيل ملهاش لازمة، بس انا حبيت برضو ايه اشاركها معاك. ولينك المقالة موجود في الديسكريبشن لو انتوا يعني حابين تقروها وكده، هي موجودة تحت. كتابة الفيلم مش معتمد على إظهار الشخصية بصورة نمطية، مثلا عن فكرة بطل أعمى اللي هو كان الشيخ حسني. يعني ما كانش بطل في الأساس، وإنما هو إنسان تمرد ورفض حالته الصحية، إن هو يعني إنسان أعمى. طب أيوة أنا أعمى، طب أعمل إيه يعني؟ فاهم؟ اللي هو شايف نفسه إن هو مش أعمى، وده أبقى أشرحه قدام. المشهد الأول في الفيلم دليل على ده، وهم قاعدين بيغنوا وبيحششوا سوا، والشيخ حسني لامم الناس حواليه وبيحكي ليهم عن سبب العمى، مزيج بين الكوميديا والجد. واحد أعمى وبيهزر وبيتريق على حدث أثر في حياته وكأنه محصلش حاجة، وبيتكلم عن مشاعره ولا كأنه بيحكي قصة حد تاني. 10 أيام راح النور. عميت. راح النور يا حمار، مش عميت. وبعدين يرجع يهزر ويتريق تاني. حقيقة شخصية الشيخ حسني هي شخصية متحدية فعلا زي ما محمود عبد العزيز قال، وانما هي كمان شخصية مستلهمة من الشيخ اسمه الشيخ محسن. الفيلم شفنا كل انواع العجز، إلا عجز محمود عبد العزيز. شفنا بحالة يوسف، الانسان العاجز يعمل اي حاجة في بلده ومضطر يقلل من طموحاته عشان يتناسب مع النتائج اللي بيحققها وما ياخدش صدمة في نفسه او في فشل. كل مكان يوسف بيروحه كان بيظهر فيه قد ايه العالم اللي حواليه متهالك، قد ايه الشخصية نفسها متهالكة. حتى السنارة اللي هو بيصطاد بيها او بيستخدمها هي في منتهى الركاكه والضحك، تكاد تكون اصلا مصنوعه في البيت، يعني من غير حرفه، عصايه وطلع منها حبل وخلاص، بس هو كان بيصطاد بيها. معرفش ده كان قصده ايه كفيلم، بس كل حاجه حوالين يوسف فعلا كانت بتقلل من طموحه. قلة الفلوس اللي في البيت، صدمته في ابوه ان هو باع البيت، صدمته في البنت اللي ظهرت في حياته فجأة اللي هي فاطمة، ودي هيرجع لها تاني قدام. كل حاجة حوالين يوسف كانت خير دليل ان الدنيا بتخرب حواليه، وده شكل عجز نفسي عند يوسف. هنلاقي عنده مشاكل تانية زي العجز الجنسي مثلا اللي بنشوفه في مشهد مع عايدة رياض بسبب الضغط النفسي اللي وصل ليه، الصراعات النفسية حواليه انه لازم يشتغل شغلانة حقيقية، مثلا يعني النقاش اللي دار بينه هو وجدته مثلا، ونظرتها للفن او العزف بشكل عام على ان هو شر. نظرات سطحية للشيء سهلة جدا تأثر على حياة اي طفل او اي شخص خبرته قليلة هيصدق القشور اللي بتتقال له كلها. كلام مع جدته عن ابوه اللي كان بيدرس في الازهر خير دليل على تأكيد كلامها، بغض النظر ان الواحد ممكن يكون رأيه مركب في المزيكا او حتى رأيه مش مستقر،
الا ان الراي الوحيد اللي ممكن اقوله واكون مقتنع بيه ان ربنا ما خلقناش واحد ولا خلقنا مقيدين الا بفكره واحده، وهي الايمان بالله. فكره نظره الام والخوف على هلاك ابنها او حفيدها بتمنع طريقه التفكير اللي ممكن تكون منطقيه شويه، وان الظروف اللي الشيخ حسني مر بيها مثلا تخليه يختلف عن حتى ان هو يبقى قاضي. يعني هو في قاضي اعمى، كلام كله غير منطقي، ويوسف رد عليه بالمنطق، بس زي ما قلت لك الخوف هنا شيء طبيعي لاي انسان. نرجع للشخصيات اللي بنشوفها في العالم بتاع الفيلم زي احمد كمال، نجاح الموجي، عايده رياض. اعتقد دول يعني ايه اهم 3 شخصيات في الفيلم بعد الشيخ حسني ويوسف ابنه. ولو جينا فعلا بصينا جوه الشخصيات دي وجوه القصه بتاعتهم وانها رايحه بينا او عايزه تودينا لفين، مش هنلاقي غير انها بتساعد في توصيل قصص لشخصيات عاجزه الا الشيخ حسني. اشتري واحده وكنت عايز ادربها. هتشتري يوسف ولا ايه؟ لا يا راجل، يوسف ايه؟ يوسف ده لسه عيل صغير، انا هشتريه لنفسي. احمد كمال مثلا مراته سابته وكانت بتخونه وهربت مع اللي كانت بتخونه معاه، رغم ان هو ما كانش بيقابل المشكله اللي اغلب سكان المنطقه دي بيقابلوها، وهي الفقر. سواء كان فقير وفاضي من جواه، اتسحل في دايره الشغل وما قدرش يديلها من وقته غير صباح الخير، لان هو برضه اصبح انسان ضعيف. يعني تفتكر الشخصيه دي لما تعوز تحكي حاجه عن حياتها او عن شرفها او عن ايا كان، هيتكلم بلسان تاني، هيتكلم على لسان واحد تاني. والمشهد ده من اكتر المشاهد المهمه بالنسبه لي، رغم اننا شفنا مشاهد احمد كمال في الفيلم انها اصلا لا تتعدى ال10 دقايق، الا ان هو فعلا مشهد مؤثر. مش كفايه يا سليمان افندي؟ عارف يا خواجه، لما كنت خدت بالي من البيره دي كانش حصل اللي حصل. والعجز اللي بنقابله في حياة عايدة رياض نوع من انواع العجز المادي وجهلها باي حاجه، وهي بتدعي ان ده بسبب الضغط بتاع اهلها. ممكن طبعا يكون ده عيب، بس هي برضه كانت جاهله، كانت ماشيه بتدعي ان يوسف يبص لها وانها تخليه ما يبصش لغيرها لو بص لها. الحقيقه هنا الفيلم عرف يثبت كل حاجه عن العالم بتاع الشخصيات وتفاعلها مع العالم اللي خلقه انسي ابو سيف. هو الصراحه اهم ارت دايركتور في مصر او مشرف فني، مع مزيكه راجح داوود اللي بتشوف فيها نوع من انواع الهدوء والصمت اللي بتخليك عايز تسكت كده وتوقف تفكير في كل حاجه عشان تبتدي تفهم وتسمع. الفيلم بحد ذاته ميزته بشكل عام ان هو يلمس قلبك ويلمس وجدانك قبل ما يلمس مخك او قبل ما يوصل لمخك من الاخر. لان الفيلم لو وصل لعقلك قبل ما يوصل لقلبك انت كده مش هتستمتع بالفيلم، لان في الاول وفي الاخر السينما او الفن مش رساله وانما هي متعه. ممكن يكون فيها راي فلسفي او فيها اشاره لحاجه معينه، لكن هي في الاول وفي الاخر هي حكايه. فنرجع لموضوعنا ان الفن في حد ذاته لازم كان يلمس قلبك بالشخصيات ويوصل لوجدانك قبل العقل، وده اللي داود عبد السيد بيعمله، ان هو خلق عالم من الشخصيات مفيش فيه شخصيه ما خلتكش تحس بالضعف من اللي هي فيه الا الاعمى او الشيخ حسني. حتى المعلم هرم كان غني كل حاجه، بس عاجز ان هو يكون اسره بسبب ان هو كان بيتحبس او مصدر رزقه الحشيش. شخصيه ايقونيه جدا مهتمه بذاتها بشكل مش طبيعي، وبيتها وطريقتها في التعامل. من كتر ما هي شخصيه واقعيه ممكن تلاقيها في كل شارع. الفيلم فعلا نجح في انه يخلق الشخصيات اللي تناسب العالم ده وتشوفها فعلا في الواقع. انا مره جالي واحد لواء من المديريه مكافحه مخدرات، وكانوا اياميها مشددين قوي. قال لي ولا يا هرم. قلت له الله ليه كده لواء؟ ايه ولا دي؟ انا معلم برضه. قال لي ماشي يا انت قاعد بتتاجر في المخدرات قطاع صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس هنكر. الفيلم مش بيخلق شخصيه بطل عرف ينتصر على ذاته وتجاهل الحاله اللي هو فيها، لا هو وراك برضه الجانب الوحش بتاع الشيخ حسني. انت طول الفيلم بتشوف بجاحه الشيخ حسني في طلباته واستغلاله للعمى على انه هو اداه وانه مش شر مثلا زي ما الناس فاكره. لا لما قابل الراجل اعمى كمان اللي هو كان الشيخ عبيد اللي كان عامل دوره علي حسنين، كان عامل فيها ان هو مش اعمى اصلا، وده كان رمزيه حوالين ان الشيخ حسني اعمى البصر ولكن مش اعمى البصيره. والبصيره دي هي النظره الوجدانيه او العقليه للعالم وتخيله وتوقعه. يعني انت متخيل العالم هيمشي ازاي، وده اللي كان عايز يوريه لك الشيخ حسني. مشهد من اهم مشاهد الفيلم، حقيقي المشهد ده بيخليني بفكر كتير وبتساءل هل فعلا الوقت المناسب بيكون امتى. لما كان عم مجاهد بيعاتب وبيوبخ الشيخ حسني على انه باع البيت بالحشيش، وساعتها الشيخ حسني بيرد ردود فيها تهرب شويه ومش مقنعه ومش منطقيه. وباقي معاك من تمنه وقيتين ولا 3؟ هتشتري الأدوية بحشيش، ابنك هتديله مصروفه حشيش. يا عم مجاهد انت ظالمني، ورحمة ابويا انت ظالمني. بيلاقي نفسه بيكلم انسان ميت، بيلاقي نفسه بيكلم نفسه. واللحظة دي بيكتشف بيها الشيخ حسني ان كل اللي عمله وقاله راح هباء، محاولة فاشلة في توضيح حقيقة والناس عمرها ما تفهمها. كأن داود عبد السيد كان عايز يبين ان حتى لما تيجي تقدم مبررات او تقدم الحقيقة او الحاجة اللي انت حاسسها محدش هيسمعك، هيفضلوا برضو مقتنعين بالافكار اللي في دماغه، وهيكون برضو اكنك بتكلم ناس ميتين.
ونيجي لحتة لما الشيخ حسني فضح الناس في المنطقة، حقيقة العالم والناس اللي في الفيلم كان عارفها واحد أعمى. ده الإفيه يعني اللي هو إيه، واحد أعمى بيشوف أحسن من الناس اللي فعلا ما بتشوفش. والفكرة هنا إنك تشوف الحقيقة لازم يبقى عندك فعلا بصيرة قبل ما يبقى عندك بصر، لأن أنت لو بتبصر بعينيك بس فده مش معناه إن أنت هتبصر بوجدانك ولا بعقلك، بالعكس أنت ممكن تبقى غبي وأنت بتشوف عادي جدا، ممكن تبقى إنسان ما بيحسش وهو بيشوف برضه. وده اللي عمله الشيخ حسني، حكى كل مشكلة الشخصية شفناها في الفيلم، من أول باب البيت لحد هرم، لحد فاطمة اللي كانت عاملة دور عايدة رياض، لحد سليمان وروحية. حكى كل الأدوار دي، حكى كل المشكلات دي ببصيرته وبحواسه، إن هو عارف حقيقة الموضوع، لأن زي ما قلت إن البصيرة هي الأساس مش البصر. فكونه هو عارف يشرح دوت فده يدل قد إيه إن الشيخ حسني كان أكتر واحد فيهم بيشوف. كون الشيخ حسني هو الشخص الوحيد اللي عارف يواجه الحقيقة وعارف يتكلم بجدية وبشجاعة، ده خلاه هو الوحيد فيهم اللي بيشوف، وليس على الأعمى حرج. الفيلم بيخلص بمشهد للشيخ حسني وهو وابنه، مشهد مؤثر فعلا بيحكي وجدان الشيخ حسني وحبه لابنه. كنت لما بتمشي بتدب على الارض، دلوقتي انت مش عاوز تلمس الارض، عاوز تطير. عرفتك من خطويك. وبعدين أغنية تشتغل بتوصف الناس والغلابة والحي اللي كانوا عايشين فيه، كلها رمزيات على البشر يعني، فاهم ان كلهم واحد. الفكرة بس في مين شجاع، الشجاعة الحقيقية فين. لما تيجي تعرف الشجاعة هتقول ان الشجاعة هو ان الانسان ما يبقاش مش خايف، لان الخوف شيء طبيعي، وانما الشجاعة هي ان انت تتغلب على الخوف بتاعك. وبعدين يرجع تاني لنفس النقطة، وايه لازمتها الشجاعة ما كله هيبقى واحد. وبعدين يرجع يجي الأغنية تاني بنفس الإلقاءات والرمزيات بس بمفردات مختلفة. الفيلم بينتهي بإن الشيخ حسني قال اللي في قلبه وساق موتوسيكل، يمكن يكون دوت أسعد يوم للشيخ حسني، انتقالا لواحدة من أشهر الجمل في تاريخ السينما المصرية. يابا انت ليه مش هتصدق انك اعمى؟ يابا انت راجل اعمى. انا اعمى يا غبي؟ ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان. وبس كده تكون حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى اكون خفيف على قلبكم، تكونوا استمتعتوا باهم فيلم في تاريخ السينما المصريه، والفيلم المفضل ليا لمخرجي المصري المفضل داود عبد السعيد.